ازاي ابدا احسن من حياتي واغيرها للافضل في سنه 2024. انا هنا في الفيديو هتكلم عن العادات الغير صحيه نفسيا اللي طول الوقت بتستنزف من طاقتك وموقفاكي عند نقطه معينه انت مش قادره انك تتخطيها. عايزاكي اول ما تشوفي الفيديو تاخدي عهد وقرار من نفسك انك لازم تتوقفي عن بعض الامور. زي ايه؟ اول حاجه توقفي عن التفكير الزايد، سواء باللي حصل في الماضي او اللي هيحصل في المستقبل. تاني حاجه، بطلي انك تكرري من السيناريوهات الفاشله اللي بتحصل في الماضي، وما تحطيش توقعات عاليه قوي سواء كانت بالايجاب او بالسلب تجاه المواقف والاشخاص اللي بتبقى حواليكي. تالت حاجه بقى ودي مهمه جدا، توقفي عن تغذيه الشك الذاتي. بمعنى ايه؟ بطلي انك تشكي في نفسك وتقللي من قدراتك وتقللي من قيمتك وتقللي من امكانياتك. طول الوقت مصدقه صوت الشك اللي جواكي ان انت ما تقدريش، ان انت فاشله، انك ما تعرفيش تحققي اي حاجه، ما بتديش فرصه لاي حاجه. طول ما انت مصدقه الصوت الشك اللي جواكي انت حياتك فعليا هتتدمر. كل ما يجيلك الصوت وكل ما يجيلك حاجه يعني تقولك حاجه زي كده، افتكري مقوله واحده: انت مشغول بالتشكيك في نفسك في حين ان الاخرين مرعوبين من امكانياتك. رابع حاجة بقى، بطلي انك ترددي الكلمات السلبية تجاه نفسك. مش عشان مثلا دخلتي في موضوع او عملتي حاجة ما نفعتش معاكي او فشلت معاكي يبقى انت تعتبري نفسك انك فاشلة في اي امر من امور حياتك انت هتعمليها. فادي لنفسك فرصة انك تعرفي نفسك، ادي لنفسك فرصة انك تجربي حاجة جديدة، ادي لنفسك فرصة انك تستكشفي نفسك من جديد. مش عشان خاطر انتي عملتي حاجة وفشلتي فيها يبقى خلاص انتي حكمتي على نفسك انك فاشلة. خامس حاجة بقى، توقفي عن التذمر والشكوى واللوم. بطلي انك كل ما يحصل حاجة في حياتك انك ترميها على غيرك وتعيشي في دور الضحية، او انك تلومي نفسك بشكل كتير مؤذي. ادي لنفسك مساحة انك حتى لو غلطتي او اخطأتي اديكي بتتعلمي تعرفي الصح من الغلط. رقم 6 بقى، اطلعي بره منطقة الراحة بتاعتك وما تخافيش من التغيير. على فكرة مش كل التغيير وحش، يعني التغيير في حد ذاته انك لما تخوضي تجربة جديدة، انك تجربي حاجة جديدة في حياتك انتي ما عملتيهاش، تدوري كده في هواياتك الحاجات اللي انتي ما عملتيهاش قبل كده. ده هيزود ثقتك بنفسك، هيخليكي اكتر تمسكي في الفرص اللي انتي حاساها مناسبة ليكي، هيزود من ابداعك، كمان هيزود عندك من شغفك وانك تحبي نفسك اكتر. النقطة دي أنا شايفاها بقى مهمة جدا. ما تقارنيش نفسك بحد، ما تقلليش من قيمتك، ما تتعامليش مع نفسك بقسوة. انت تستحقي دايما الأفضل. اوعي تحسسي نفسك دايما ان انت ما تستحقيش وان انت ما ينفعش الحلو يجيلك. لا بالعكس، انت الحلو كله يجيلك انت. فكري انك تسعدي نفسك قبل ما تسعدي الناس، فكري انك ترضي ربنا وترضي نفسك قبل ما ترضي الناس. ما تقعديش مع ناس سلبية، ما تصاحبيش ناس محبطة، ما تعرفيش ناس مثلا لما تيجي تسأليهم على رأيهم في حاجة يشاورولك على الوحش اللي فيكي. الناس ديت بتبقى مؤذية وفي الآخر انت هتصدقي رأيهم اللي هو أساسا من وجهة نظرهم اللي هو بيشاور على العيب اللي فيهم، فانت كده هتأذي نفسك أكتر. آخر حاجة بقى، بصي على نص الكوباية المليانة اللي عندك. يعني ايه؟ بمعنى ان يبقى عندك القدرة انك تشوف الخير في كل حاجة بتحصل في حياتك. ربنا دايما اختياراته حلوة ليكي، مناسبة ليكي، خطته احسن من الخطة اللي انتي كنتي بتتمنيها. فشوفي الحاجة حتى لو مش حاسة ان هي على مزاجك او مش عاجباكي، شوفي ان وراها فيها خير. حتى لو الحاجة دي هتزعلك، محدش عارف، يمكن الحاجة ديت هي فعلا تطلع عين الخير ليكي.